في يوم من الأيام كانت غرفة ياسين وليان عاملة زي سوق الجمعة، ألعاب هنا، كتب هناك، وهدوم مرمية في كل حتة. دخلت الأم، بصت حواليها وقالت: لو خلصتوا الأوضة بسرعة الفسحة مستنياكوا. ياسين وليان بصوا لبعض. أنا اللي هكسب. هنشوف يا ياسين. بدأ السباق. ليان جريت تحط الألعاب في الصندوق بسرعة البرق، لكن فجأة نص الألعاب وقع تاني على الأرض. أما ياسين فقرر يشيل كل الكتب مرة واحدة، بس الكتب وقعت على رجليه. وقفوا الاتنين يضحكوا، لكن كانوا تعبانين جداً. مش أحسن نركز سوا؟ فكرة حلوة. بدأوا يساعدوا بعض، ليان تحط الألعاب وياسين يرتب الكتب، وفي لحظات الغرفة بقت نظيفة ومترتبة زي الكتالوج. الأم دخلت وشافت النتيجة وقالت شايفين لما بتتعاونوا بتنجزوا أسرع إزاي؟ وفي النهاية قعدوا كلهم يشربوا عصير ويضحكوا على اللي حصل في السباق. التعاون دايماً يا أصحابي بيخلي الشغل أسرع والوقت أحلى. يا قلبي وحياتي، سكر نباتي، البطوطة السعيدي، يا ماما جوايا حياة ماما. ما تنسوش يا أصحابي تعملوا إعجاب ومشاركة وتدوسوا زرار المتابعة عشان تشوفوا باقي القصص.